معلقة واحدة من البرطمان ده هتحليلك الأكل، دبس الفلفلة أو التحميرة أو معجون الفلفل الأحمر. إزاي تعمليه في البيت بمنتهى السهولة، هو ده بقى سر التتبيلات والمحاشي والطواجن. هنجيب الفلفل الأحمر البلدي، هبتدي أقسمه بالنص كده، هشيل البذر اللي فيه وكمان هشيل أي ألياف بيضة موجودة فيه. فلفل أحمر بلدي أو حتى الرومي مفيش أي مشكلة. هجيب بقى صاج كبير كده وهبتدي أحطه في الفرن على درجة حرارة 150. أنا عايزة الفلفل ده ما ينشفش جامد قوي، يا دوب كده يبقى فيه نسبة مية على الأقل 50%. وهو ساخن كده هبتدي اضربه في الكبه، وبقى معجون. طبعا المواد اللي هتحفظه عندنا على رف التلاجة هيكون الملح الخشن. كل كيلو فلفل يحتاج معلقه ونص من الملح الخشن، وانا كنت عامله 2 كيلو فلفل فحطيت 3 معالق ملح خشن وكمان ربع كوبايه من الخل. هم دول المواد اللي هتحفظه. خطوه اختياريه ان انا بصفيه من التفل بتاعه في مصفى خشنه، بحطه بقى في برطمانات معقمه واحط زيت زيتون عليه واقعديه على رف التلاجة من السنه للسنه. ده غير هرسه الفلفل الاحمر وهرسه الفلفل الاخضر اللي لسه عاملينه